بص يا سيدي، هنتكلم على كام جانب كده صدقني هيفرقوا معاك جدا جدا جدا. علاقتك بربنا وده امر مفروغ منه مش هنتكلم عنه اصلا. طيب تعالى بقى نتكلم على كام حاجه. المجموع او التقدير مش عباره عن مذاكره وبس، ده جواه حاجات كتيره قوي. ده علاقتك بربنا، علاقتك بابوك وامك، اخلاقك، نيتك، تصل تسلم على فلان الفلاني اللي هي صله ارحام بمعنى اصح، مساعدتك لغيرك وهكذا. فانت اوعى تفكر ان المجموع او التقدير عباره عن مذاكره وبس. طبعا واحد بقى يقول لي انا ممكن اعمل الحاجات اللي انت قلت عليها دي بس ما ذاكرش. بس صدقني هعمل بقى الحاجات كلها الا ان انا اذاكر. فكرت اني انتحر. ايوه بقى اهو كده نتكلم. هقول لك اكيد لا، وهبسطها لك. مش بيقولوا من اسباب توسعه الرزق قراءه سوره الواقعه؟ هل ينفع بقى ان انا كده اروح احضر كوبايه الشاي واروح اقعد على الكنبه واللي هو انا هفضل اقرا سوره الواقعه ومن غير ما انزل اشتغل؟ هي نفس المقارنه. يعني اكيد المذاكره مهمه؟ هقول لك طبعا، لان المذاكره من اسباب النجاح. طيب ننتقل لنقطه ثانيه وهي علاقتك بابوك وامك. صدقني دعائهم ملوش زي. الدعوه اللي بتطلع منهم صدقني بتبقى مستجابه